تخيل معايا بطولة من أكتر من 90 سنة بدأت ب13 مشترك ولسه لغاية النهاردة مكملة. البطولة دي مش مكملة وبس، البطولة دي وصلت إن هي بتوقف حروب، بتنهي أزمات بين دول، بتبدأ من عندها أساطير وبتنتهي من عندها أساطير ومواقف وطرايف لا يمكن تنتهي. البطولة دي وصلت إنها بتتحكم في اقتصاديات دول، ودول بتستناها عشان تعلي الاقتصاد بتاعها. عن كأس العالم بتكلم. قبل بطولة كأس العالم خلينا اوصل لك كان الفكر ازاي وكانت البطولات بتتلعب ازاي. كان قبل كأس العالم كانت كل القارات منفصلة بذاتها، كل قارة بتعمل البطولة الخاصة بيها، ماتشاتها، كل دولة كل منطقة كانوا منفصلين مع بعض. ما كانش فيه الفكرة دي اصلا ان احنا نعمل بطولة مجمعة كبيرة يكون فيها كل المنتخبات، لحد ما ظهر يوري ميه اللي قال ان انا لازم، كان عنده فكر وحلم ان انا يبقى في بطولة مجمعة لكل المنتخبات يلعبوا فيها. ومن هنا بدأت الفكرة، وبدأت الفكرة ب 13 منتخب بس. وكانت أول بطولة موجودة في أمريكا اللاتينية في دولة الأوروغواي. والأوروغواي مسافتها كبيرة جدا بينها وبين أوروبا، وبناء على كده هتلاقي إن في الوقت ده بلاد ما رضيتش تروح البطولة، والبلاد اللي قررت إنها تروح البطولة زي بلجيكا وصلت في أيام عشان خاطر السفر كان بالسفن، وكان متعب ومهلك جدا خصوصا لدول أوروبا. خليني أكلمك عن أول نسخة اتلعبت لكأس العالم. أول نسخة دي اتلعبت من خلال 13 دولة، 7 من أمريكا اللاتينية و4 من أوروبا و2 من أمريكا الشمالية. وبناء على كده في دول من أوروبا طلبت إنها تستضيف النسخة التانية، زي ما قلنا بسبب رحلات السفر الشاقة جدا. 13 دولة دول أو 13 منتخب اتقسموا على 4 مجاميع، بحيث يكون برضو عشان نكونوا عارفين ان احنا عندنا منتخبات اللي زمان او طريقة حساب النقط زمان كان المكسب بنقطتين والتعادل بنقطة واحدة. طيب كان الطبيعي ان ده اول مجموعة هو اللي يصعد لدور نصف النهائي. فالاربع منتخبات كانوا الاوروجواي والارجنتين والولايات المتحدة الامريكية ويوغوسلافيا، واللي وصلوا للمباراة النهائية كان منتخب الاوروجواي ومنتخب الارجنتين. وفازت بالبطولة الاوروجواي وكان الوصيف هو الارجنتين، واللي خد المركز الثالث الولايات المتحدة الامريكية، والمركز الرابع المنتخب يوغوسلافيا. دي قصة أول بطولة اتعملت لكأس العالم سنة 1930. وبعدها إيطاليا وأكتر من دولة تانية طلبوا إن هم يستضيفوا النسخة بتاعت 1934، وإيطاليا هي اللي فازت بالاستضافة، وكمان بالمناسبة هي اللي كسبت البطولة سنة 1934. ومن هنا البطولة بدأت توسع وتزيد والجماهيرية تكتر، والناس كلها عايزة تتفرج على بطولة كأس العالم اللي بتضم منتخبات العالم كلها. وكمان زادت قيمة تسويقية وزادت القيمة بتاعت المكافآت بتاعتها، وبقت حلم المنتخبات انها تلعب في كأس العالم، مجرد انها تشارك في البطولة. طبعا بقى من ضمن الحاجات الرئيسية بالنسبة لأي لاعب ان هو يكون لاعب كأس عالم. مجرد ما بيلعب كأس عالم قيمته التسويقية بتعلى، هو نفسه ده بالنسبة له إنجاز شخصي. ما ينفعش نكون بنتكلم عن كأس العالم وما نتكلمش عن أبرز الأرقام القياسية اللي موجودة في كأس العالم. يا ترى مين المنتخب اللي أكتر واحد حصل على كأس العالم على مر التاريخ، على مر ال96 سنة دول؟ منتخب البرازيل حصل عليها 5 مرات، وده الرقم القياسي محدش وصله او اتعادل معاه حتى. احنا بنتكلم فاز بنسختين متتاليين سنة 58 وسنة 62، عشان يغيب او ما ياخدهاش سنة 66 ويرجع ياخدها تاني سنة 1970، عشان ياخد اجازة كده 24 سنة ويرجع ياخدها سنة 1994 في البطولة اللي أقيمت في دولة أمريكا. البطولة دي ليها قصة هحكيها في الفيديو ده. والنسخة الأخيرة كانت في كوريا واليابان، والقصة الشعر الشهيرة بتاعت رونالدو الظاهرة، وكانت دي آخر نسخة البرازيل تفوز بيها. هنيجي نتكلم عن منتخب إيطاليا، والمنتخب ده حصل على كأس العالم 4 مرات، وده
تاني واحد بعد البرازيل على طول. واخر نسخة كسبها كانت في 2006، البطولة اللي اقيمت في المانيا، وطبعا مشهور النهائي بالنطحة بتاعة زين الدين زيدان لماترازي. هنيجي لمنتخب ألمانيا اللي بيتساوى في عدد المرات اللي حصل على كأس العالم فيها مع إيطاليا 4 مرات، وآخر نسخة كسبها كانت في 2014. والمفارقة إن البطولة دي أقيمت في البرازيل وشهدت أكبر هزيمة للبرازيل 7-1 على أرضها. هزيمة مذلة للبرازيل من ألمانيا. ألمانيا في النسخة دي كانت مرعبة، وصلت للنهائي وكسبت الأرجنتين بهدف ماريو جوتزا، وفعلا كان منتخب كبير قوي وقوي قوي. نيجي نتكلم عن الارقام الفرديه اللي حتى الان ما اتكسرتش، ولكن اتوقع انها تتكسر خلال البطوله بتاعه السنه دي، وهقول لك ليه. الهداف التاريخي لكأس العالم هو كلوزا، مهاجم المنتخب الألماني واللي كان بيلعب في فيرد بريمن الألماني. المهاجم ده وصل ان هو جاب 16 هدف، واللي على فكرة هو شارك في اكتر من نسختين لكأس العالم، اكتر من نسخة كبيرة. طيب مين التالي او المركز التاني على طول؟ هو رونالدو الظاهرة. رونالدو الظاهرة وصل ان هو جاب 15 هدف في كأس العالم. طيب ليه بقول لك انا متوقع ان رقم كلوزا ممكن يتكسر؟ لان عندنا امبابي لعب في نسختين اتنين بس، 2018 و2022، وصل ان هو جاب 12 هدف، فاضل له 4 اهداف بس ويتساوى مع كلوزا. وعشان كده انا متوقع جدا ان امبابي في النسخة دي يوصل ان هو يبقى الهداف التاريخي لكأس العالم. اتكلمنا عن البطولات واتكلمنا عن الارقام الفرديه، ولكن خليني اقول لك ان كاس العالم مليان ارقام ومليان مواقف، ومش بس بطولات ومش ارقام قياسيه بس. لا، كاس العالم فيه لقطات شهيره جدا ممكن نتكلم عنها، زي لقطه روبرتو باجيو، اشهر لقطه موجوده في بطوله 1994، او اشهر لقطه في نهائي كاس عالم. البطوله دي 1994 أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي فازت بيها هي البرازيل. بس خليني أقول لك إن باجيو هو اللي كان مع إيطاليا واصل بيهم للنهائي، كان بيعمل كابتن ماجد بتاعهم، فعلا كان هو بيعمل لهم كل حاجة، كان بيوصلهم للجنوب، يجيب أهداف حاسمة وبيعمل كل حاجة. في ماتش البرازيل في النهائي، ماتش وصل لضربات الجزاء، وآخر ركلة هو روبرتو باجيو اللي هيشوطها، شاطها وقف مكانه ما اتحركش، ضربة الجزاء ضاعت وفضل واقف. وعشان كده جه التعليق الشهير: مات واقفا. روبرتو باجيو من المواقف اللي لا يمكن تتنسي في كأس العالم. غير روبرتو باجيو عندنا مثلا موقف في زين الدين زيدان في كأس عالم 2006 لما عمل نطحة ماتيرازي، وطبعا دي لقطة لا يمكن تتنسي ولا لأي حد، معروفة للجميع. كمان من ضمن اللقطات اللي لا يمكن تتنسي هزيمة منتخب البرازيل من منتخب ألمانيا 7-1 في قلب البرازيل، في قلب جماهيرها. هزيمة مذلة لا يمكن تتنسي، لا يمكن واحد اتفرج على الماتش ده ينساه. ألمانيا وصلت انها جابت 7 تجوان وبتضيع في فرص، يعني وصلت انها كده ومش راضية تسكت. 7-1 في نص النهائي كمان، في مباراة فاصلة، اللي يكسب يوصل للنهائي، مباراة مش سهلة خالص. والنهاردة احنا وصلنا ل 2026، كأس العالم بقى 48 منتخب بعد ما كنا بدأنا 13 منتخب. وصلنا ان احنا هيقام في 3 دول، وصلنا ان هو 12 مجموعة بعد ما كان 4 مجاميع. هل هنشوف اقوى نسخة لكأس العالم ولا اخطر نسخة على كأس العالم؟ انا مستني كومنتاتكم وتعليقاتكم، وتقولوا لي توقعاتكم ايه لكأس العالم السنة دي، وكمان قولوا لي ايه اشهر لقطة لا يمكن تنسوها بالنسبة لكأس العالم. مستني الكومنتات والتعليقات، ولو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، لان احنا بنعمل سلسلة عن كأس العالم هيبقى فيها كل التفاصيل، والفترة الجاية هننزل فيديوهات تانية اكتر. وعشان كده فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.